الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنعمل لكم كده طبق جلاش كده مسكر حلو قوي، جربوه مش هتندموا بجد. يعني حشيناه سوداني وحشيناه كنافة. ويلا بينا ندخل الفيديو كده نشوف هنعمل ايه. طبعا انا حشيت كتير كنافة لوحديها، وحشيت سوداني لوحديه، بس طبعا المقطع ده اتقطع خالص ما لقيتهوش، فده يعني الحتة اللي انا لقيتها بقى وهكمل لكم عليها. يعني طبعا انا الكنافة دي حمرتها بسمنة بلدي ورشيت عليها عسل الكمية بتاعتها اللي تسكرها، والسوداني نفس الكلام حمصته وبرضو رشيت عليه عسل. شايفين دي الورقة انا جبتها كده بالعرض يعني، وهبدأ ألف من الناحيتين. شايفين الورقة دي 3 فوق بعض، تمام كده، 3 ورقات فوق بعض، وبتني تانية واللي بعديها وخلاص، وهنقابل بعض هنا في نفس الدايرة كده مع بعضيها اهو، وهقطع الاتنين مع بعض. يعني هيبقى الدبل كده في صباع واحد، يعني نصها محشية كنافة ونصها محشية جلاش، وعملت نصها محشية كنافة ونصها محشية سوداني، وعملت منها كمان كنافة بس الناحيتين كنافة، وعملت منها الناحيتين سوداني، وعملت منها ناحية سوداني وناحية كنافة، وعملت بقى كده أصابع كلها كنافة بس، وأصابع كلها سوداني بس، بنفس الطريقة برضو ألف لفة والتانية وأشد وأقطع اهو. شايفين بالطريقة اللي انتوا شفتها دي كده جميلة جدا بجد، تحفة. طبعا انا بعمل على الناشف، وبعد كده بسيح سمنة بلدي وبحط عليها شوية زيت لان الزيت بينشف معايا كويس. وهبدأ بقى احط كده على كل صباع بالمعلقة كده، لما اغرقها كويس قوي، غرقاها كويس جدا ودخلها الفرن. وبعد كده لما تطلع الزيادة صفيها عادي، مش مشكلة يعني، مش هيجرى لها حاجة. لو فيها زيادة هي مش هتشرب، بس اهم حاجة ساعة التصفية هتصفيه وهو ساخن يعني. كده بقى زي ما انتوا شايفين كده، وقعدت اميلها كده وشمال ويمين علشان احس ان السمنة كده اتغلغلت جوه كده طبقات الورق كلها. تمام كده خلاص، انا مولعة الفرن بقى، هدخله الفرن. وطبعا انا دلوقتي سقيته بالعسل. شايفين الجمال ده بجد بجد طبق جلاش تحفة 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 تحفة، تفضلي تقولي تحفة من هنا للسنة الجاية بجد يعني. وما تصدقيش ابدا ان هو معمول في البيت بجد، يعني كل اللي حضر وكلوا عندي ما كانش مصدق ابدا ان هو بيتي يعني. تحفة بجد، وشكله قيم، والحمار بتاعه جميل من جوه ومن بره. لو عجبك الفيديو يا ست الكل ما تنسناش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك مننا اشعار بكل فيديو جديد ننزله. ومع السلامة.